بيبدأ معانا المسلسل وبنشوف بنت اسمها جينسو واللي كانت بتشتغل في توصيل اوردرات الأكل واللي كانت فقيرة ومحتاجة فلوس، وبنشوفها بعد كده وهي ماشية اتكعبلت في إزازة ووقعت، بس الشاب بارك ظهر وأنقذها وهو بيقرأ كتابه، وفجأة لما أنقذها ضربته بالقلم على وشه وبيكون مش فاهم ايه اللي حصل. وبعد ما جينسو بتروح المدرسة وبتاكل مع أصحابها بتكون صاحبتها إيوان عايزة تعرف مرضها، وبيبتدي صاحبها توكان بيشرح لها مرض جينسو، وهي إن لما أي حد بيلمسها جسمها بيتوتر وبتضربه. وبنشوف توكان وهو بيمسك وشها عشان يثبت كلامه، وجينسو ضربته بالقلم وبتكون متضايقة من اللي حصل. وبنشوف بعد كده جينسو وهي راحت تشتغل كنموذج للرسم عشان محتاجة فلوس، وبتعرف ان بارك هو اللي هيرسمها وطلع زميلها في المدرسة، ولما بيطلب منها ان هي تلبس الفستان عشان يرسمها بترفض طلبه وبتقوله ان هي محتاجة فلوس اكتر. وافق بارك على طلبها وبنشوفه وهو بيمسك ايدها وبيديها الفستان، بس هي بتتوتر وبتضربه بالقلم على وشه، بس بارك بيجيله نوبة علشان ما بيعرفش ياخد حقه، وجينسو بتتضايق من اللي حصل جدا ومتضايقة من نفسها. وبعد كده بنشوفها بالليل وهي بتشتغل وجه طفل بيضايقها، بس هي بتطلب منه انه يمشي والطفل عيط، وام الطفل زقتها علشان اتضايقت من اللي هي عملته، بس جه بارك وانقذها. ولما خدها عشان تركب معاه العربيه وبيطلب منها ان هي تشتغل معاه وبتوافق عشان هي بتكون محتاجه الفلوس جدا. وبعد كده بنشوف ان هي راحت معاه البيت عشان يرسمها، وبتساله اذا كان هو محتاج ان هي تلبس فستان عشان يرسمها، بس هو رفض وقال لها ان هو هيرسم شكلها بس. كانت جينسو مستغربه انه بيعاملها حلو وكانت مبسوطه. وبنشوف جينسو وهي بتقرأ كتاب وبتنام، وبيشوفها بارك عشان يروح ينقذها قبل ما تقع، بس هي بتفوق في حضنه وبتضربه بالقلم. بتجيله النوبة مرة تانية وبيسألها انتي بتعملي ايه في بيتي. جينسو مفكرة ان هو بيمثل علشان ما يديهاش حقها، بس طلع ان هو عنده انفصام في الشخصية وبيتخانق معاها، وبتبتدي جينسو تشرح له كل اللي حصل، وبنشوفه وهو واخدها من ايدها وبيطردها برا البيت. بتجيله النوبة تاني وبيرجع لشخصيته التانية، وبتكون جينسو مروحة لبيتها وبيقابلها مجموعة صحاب بيضايقوها، بس وقتها ظهر بارك وبيضربهم، وراح ركب مع جينسو الأتوبيس وبدأت تعالجه من الجروح اللي في وشه، يلمسها وبتضربه. وبعد كده بيتحول للشخصية التانية وبيتخانق معاها، وبعدها كده بيروح البيت وبيكون مستغرب من اللي حصل وبيتخيل ان جينسو عملت له سحر، عشان كده بيتحول. ولما راح المدرسة تاني يوم بيشوفها بيكون بيهرب منها في كل مكان بيشوفها، وكان خايف منها جدا عشان السحر اللي هي بتعمله. ولما بتسأله هو بيهرب منها ليه رد عليها وقال لها ان هو مش عايز يشوفها. وبعد كده النور بيقطع وبتعرف ان بارك بيخاف من الضلمة، فبتخليه يمسك بالقلم اللي معاها عشان تخرجه بره عشان ما تضربهوش، وبيخرجوا من الممر. وبعد كده بنشوف ان جيسو جالها اتصال من دار المسنين وبيقول لها ان جدتها هربت، فبتعرف بارك، وبارك خدها بالعربية عشان يشوفوا جدتها. وكده نجحت جيسو ان هي توديها للمبنى تاني وبتودعها. وبعد كده بتتكلم مع بارك وبتشرح له كل حاجة بتحصل معاها، وان هي بتضرب اي حد بيلمسها عشان شافت والدها بيضرب والدتها قبل ما تموت. وبعد كده بارك بيطلب منها ان هي تضربه علشان يشوف عنده انفصام ولا لأ، وبترفض، ولما بيقرب منها بتضربه. وبعد كده بيروح بارك البيت وبيصحى من النوم بيلاقي جيسو بتحضر له الفطار، وكان خايف منها جدا وبيطلب منها ان هي تمشي وتسيب له البيت. وبعد كده بنشوف جيسو قاعدة مع صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل، وبتقول صاحبتها ان هو ممكن يكون عنده انفصام في الشخصية. وهنا بنشوف بارك وهو بيتكلم مع الشخصية التانية بتاعته وبيطلب منه يخرج من الشخصية بتاعته ويبعد عنه. والشخصية المؤذية من بارك بتقوله ان هو اعجب بجيسو من ساعة ما اتكلم معاها وعايز يطلب ايدها للجواز. بارك قال له وانا مش هقدر اطلب ايدها للجواز. الشخصية المؤذية قالت لو ما وافقتش هبدأ ان انا اوقع ما بينك وما بين جيسو وهعمل حركات تضايقها. وبعدها بنروح على بيت صاحبة جيسو وبنلاقي جيسو قاعدة معاها، وفجأة جيسو بيجيلها اتصال وبارك بيقول لها ان هو عازمها على الاكل معاه. وافقت جيسو وراحت له، وبيكون عايز ان الشخصية التانية ما تأذيهوش وبيطلب منها تكون حبيبته، بس هي بترفض وبتمشي وتسيبه. وحاول معاها اكتر من مرة بس هي كانت اجابتها ان هي بترفض وبتمشي. وفي يوم جيسو بتكون ماشية مع صاحبتها وفجأة جيسو بتتخطف وبيدخلوها جوه عربية، وبيظهر هنا ان بارك هو اللي بيكون خاطفها وبيطلب منها ان هي تكون حبيبته مقابل فلوس. وهنا طبعا جيسو بترفض وما بتكونش مهتمية بكلامه زي كل مرة. وفجأة بيجي هنا اصحابها عشان ينقذوها، وتوكان كان بيوصل جيسو وصاحبتها، وبيظهر هنا ان ايوان وتوكان معجبين ببعض وايوان بتديله هدية. ونيجي لبارك هنا كان بيتكلم مع الشخصية المؤذية بتاعته، والشخصية المؤذية كانت بتقول ان هو هيروح لجيسو بنفسه عشان تعجب بيه. بارك وافق وبيروح لجيسو عشان يلمسها عشان يخليها تضربه عشان يتحول للشخصية المؤذية. وبيبدأ بارك يقرب من جيسو وبيجيب ليها الأكل، وجيسو بتكون مستغربة من اهتمامه بيها. وبعد لحظات جيسو سمعت بارك بيتكلم عنها في الإذاعة، وبتعرف ان هو عايز يعترف لها بحبه في الإذاعة، وبتنجح ان هي تمنعه.
تاني يوم بيصحى باركي من النوم وكان بيتكلم مع الشخصية المؤذية بتاعته، وبيكون زعلان ان هو خلاها ان هي تعترف بحبه ليها. باركي المؤذي بيقول ان هي رفضت تكون حبيبته، بس مضى معاها عقد ان هي تساعده وتشتغل معاه. وبعد ما باركي يشوف العقد اللي باركي المؤذي عمله بيبقى متضايق ان هو بيسيطر على حياته وبيتحكم فيها. وبعد كده بنشوف جيسو راحت لباركي عشان تشتغل معاه، وبتكون مغطية جسمها كله عشان ما تلمسهوش، وباركي بيخانق معاها وبيقول لها ان هي تغير هدومها. وبعد كده جيسو بتروح معاه عشان يرسمها، وفضل يفتكر وهو صغير لما كان بيرسم، وقال لجيسو ان هو كان بيحب طفلة وهو صغير عشان كده اتعلم الرسم عشانها. لكن بعدها سافرت مع عيلتها وما يعرفش عنها اي حاجة. جيسو بتسأله بتقوله كانت ساكنة فين، قال لها على المنطقة اللي هي كانت ساكنة فيها، وقال لها ان والدها كان عنده متجر. جيسو قالت ان هي كانت ساكنة هي كمان في نفس المنطقة، ووالدها هو اللي كان عنده متجر ومحدش كان عنده متجر تاني. وقالت له ان هي هتسأل جدتها اذا كان حد عنده متجر تاني او لا، وانا عايزة تساعد باركي ان هو يلاقي الطفلة اللي حبها وهو صغير. وبعد كده باركي بيديها رسمة صورة طفلة صغيرة، وبتمشي جيسو وبتقول ان هي ممكن تكون الطفلة اللي هو بيتكلم عنها. وبعد كده بتقابلها صاحبتها ايوان وبتشاور على باركي وبتسألها اذا كانت هي معجبة بيه او لا. جيسو بتعرف ان باركي سامع كلامه وبتقول انا مش بحب الرسم، انا بحب الشخص الموسيقي. ولما لقيته ان هو بدأ بيتعلم الموسيقى قالت له ان هي بتحب الشخص اللي بيساعدها، وبدأ باركي يساعدها في الاعمال المنزلية علشان عايزة تبقى حبيبته وما يضايقهاش باركي المؤذي. وبمرور الوقت بارك بدأ ان هو يتدرب علشان جيسو تعجب بيه، ولكنه بيفشل زي كل مرة ومش بتعجب بيه. بعد كده بنلاقي جيسو قاعدة مع صاحبها وبيعترف ليها ان هو معجب بيها، وبيسألها اذا كانت عندها مشاعر لأي حد من صحابها، وبتفتكر مشاعرها وذكرياتها مع بارك وبتكون مش فاهمة حاجة. وبعد كده بتحس ان هي ممكن تكون بتعجب بيه. وبعد كده بيظهر بارك وبيقعد معاها وبيقولها ان هو عايز يقابلها بكرة عشان يسافروا سوا. وبعد كده توكان بيكون متضايق ومش عايزة تسافر معاه. وبعد كده جيسو بتروح له تاني يوم وبتعتذر منه ان هي اتأخرت، وبيظهر صديقها توكان وبيقول له ان هو عايز يسافر معاهم، وبيوافق بارك وبيقول له انه ما عندوش مشكلة ان هو يسافر معاهم. وبعد كده بتظهر صاحبتها ايوان وتسافر معاهم. وبمرور الوقت بارك بيقرب من جيسو وبيكون عايز يساعدها، بس توكان بيتدخل وبيكون بيتخانق معاهم ومش عايزه يساعدها. بعد كده بيروحوا بالليل ومش بيلاقوا غير خيمة واحدة، وبيضطر توكان وبارك ان هما يناموا برا علشان البنات يناموا جوه الخيمة. وبعد كده بيروح بارك الخيمة وبيطلب من جيسو ان هي تدور معاه على بحيرة النجوم، ولكن جيسو بترفض وبتقول ان الوقت متأخر ولازم يناموا. وبعد كده بارك بيعرفها ان هي بتشتغل معاه ولازم تسمع كلامه، وبتضطر جيسو تروح معاه. توكان بيكون شايفهم وبيكون عايز يمشي وراهم، ولكن ايوان بتمنعه وبتقوله ان هي عايزة تتكلم معاه. وايوان قررت تتغلب على خوفها وتعترف بمشاعرها ليه. توكان بيكون متوتر ومش عارف يرد يقول ايه. وفي الوقت ده جيسو وبارك بيكونوا ماشيين في الغابة وبيدوروا على البحيرة، وفجأة جيسو بتقع وبارك مش بيساعدها. ولما طلعت وبتقوله هو ليه رفض يساعدها بيقول لها ان هو خايف يلمسها علشان ما تضربهوش. وبعد كده بارك فجأة رجله وجعته ومش قادر يمشي، وجيسو رفض تساعده وجريت وسابته. وبعدها وصلوا للمنطقة اللي هم عايزينها وهي بحيرة النجوم. وبارك بدأ ان هو يلمس وشها وجيسو لاحظت ان هي ما عادش بتتوتر لما هو بيلمسها، ولكنها مش عايزة تعرفه ان هي معجبة بيه وبتضربه كالعادة. وبعدها جيسو وصاحبتها بيرجعوا للبيت ويبدأوا يتكلموا على اللي حصل معاهم. وبعد كده صاحبتها بتقولها ان هي اعترفت بمشاعرها لتوكان ومستنية رده. وبعد كده بنشوف جيسو راحت لجدتها مع اصدقائها، وفجأة بيلاقوا بارك داخل وبينضم ليهم وبيقعد معاهم. وهنا بيظهر بارك وهو بيتكلم مع الشخصية المؤذية منه، والشخصية المؤذية بتقوله ان هو اعجب بجيسو وبيقوله ان هو يبعد عنها. وبعد كده جيسو بتعمل عرض في دار المسنين، ولاحظ بارك ان هي بتلمس ايده وما بقتش تضربه. وبعد كده بارك رجع للبيت ومش عارف ينام، وعارف ان هو بدأ يحب جيسو وبيطمن وهو معاها. وبعد كده بتظهر جيسو وهي في الشغل، وبتيجي صديقة بارك من الطفولة وبتتكلم معاها. بنلاحظ ان صديقة بارك بتكون معجبة بيه وبتطلب من جيسو ان هي تبعد عنه، وجيسو مش مهتمية لكلامها وما بتردش عليها. صديقة بارك بتقولها ان هي فقيرة وما تستحقش ان هي تكون حبيبته. صاحبة بارك بتقولها ان هي مش هتقدر تاخده منها. بترد عليها جيسو وبتقولها سيبيه يختار البنت اللي بيحبها. بتتضايق صاحبة بارك وبترمي المية في وشها، ولكن بارك بيجي وبينقذها. وبعد كده جيسو بتروح البيت لصاحبتها وبتحكي لها على اللي حصل، وبتشجعها صاحبتها ان هي تعترف له بمشاعرها وتفضل معاه. وبعد كده بارك بيروح بيته وبيلاقي صاحبته معاه في البيت، وبتطلب منه ان هو يقبل ان هو يكون حبيبها. بعد كده بتظهر جيسو وبتكون راحت لبارك بيته عشان تعترف له بحبها، ولكن بتلاقي صاحبته معاها فبتمشي وتسيبهم.
وبعد كده بارك بيروح وراها السكن الجامعي، وصاحبتها بتمنعه هو والمدير، ولكن بيخش وبيروح لتوكان علشان يشرح لجيسو اللي حصل. وبعد كده توكان بيقول لبارك ان هو معجب بصديقته ايوان، وبيطلب منه انه يساعده ان هو يوصل مشاعره لايوان. وبعدين بتبدأ المباراة، وبارك بيروح لجيسو عشان يفهمها اللي حصل، ولكن بيلاقي جيسو بتشاور لصاحبها كادو، وبارك بيتضايق وبيسألها اذا كانت بتعرفه، وقالت له ان هي كانت بتشتغل معاه. وبارك اتضايق جدا وبيطلب منها ان هي تفتح له ازازة المية، ولكن جيسو بترفض وفكرها ان هي بتشتغل عنده لحد دلوقتي، فبتضطر جيسو ان هي تفتح له المية. وبعد كده بارك بيروح عشان يكمل المباراة، ولكن بيصاب وجيسو راحت تطمن عليه. وبعد كده بنشوف توكان وايوان قاعدين مع بعض وبيتكلموا. توكان اعترف بحبه لايوان، وبمرور الوقت مسابقة الرسم جات بيشترك فيها بارك، وكان معاهم صاحب جيسو كادو، وبنكتشف ان بارك رسم صورته هو وجيسو سوا. وبعد كده اللي بيفوز بالمسابقة صاحبها كادو. وبعد كده جيسو بتقوم وبتقول ان بارك رسمته احلى وانه اتظلم في المسابقة دي، وبتقول ان هي لما كانت بتقعد معاه مش بتبقى حاسة بمشاعره، ولكن عرفت ان هو بيحبها من خلال الرسمة ونظرته ليها. وفي يوم بيصحى بارك من النوم وبيتكلم مع شخصيته المؤذية، وبيطلب منه ان هو يترك جيسو علشان هو اعجب بيها، وبارك رفض. والشخصية المؤذية دخلت معاه في تحدي انه يخلي جيسو تعجب بيه، ودخل في جسم بارك وراح يقابل جيسو. وبعد كده جيسو بتلاحظ ان هو مش بارك، وبتقوله ان هو مش بارك اللي حبته، وبتسأله هو مين. وبعد كده جيسو بتفتكر لما بارك بعت لها رسالة وقال لها ان هو عنده انفصام في الشخصية، وساعتها عرفت كل حاجة وقررت ان هي تساعد بارك. وبعد كده الشخصية المؤذية من بارك عرفت ان جيسو عرفت كل حاجة، وقرر ان هو يخطفها وربطها في بيت مهجور. وبعد كده بنلاقي ان اصدقاء جيسو ايوان وتوكان راحوا عشان ينقذوها. وفي الوقت ده جيسو بتكون نجحت ان هي تفك نفسها من الحبل، ورجعت تهرب لقت الشخصية المؤذية من بارك جاب لها الاكل وطلبت منه ان هو يبعد عنها. وبعدها افتكرت ان هي لما بتقرب من بارك معدل قلبه بيدق بسرعة وبيرجع لشخصيته الحقيقية، فبتروح تقرب من الشخصية المؤذية، فبينبض قلب بارك بسرعة وبيتحول للشخصية الطيبة، وبيغمى عليه وبيصحى بارك يلاقي نفسه في المستشفى تاني يوم. وبعد كده بيشكر جيسو ان هي ساعدته ان هو يتخلص من الشخصية المؤذية، وبعدها بيعيشوا اجمل لحظات حياتهم ويتجوزوا في الاخر. وكده نهاية الفيلم. ما تنسوش تعملوا لايك واستنوا كل يوم فيلم جديد من قصص للصبح.